ونطير بعد كده للمركز ال11 مع أحد كرتونات الفانتازيا القوية ستيفن يونيفرس. المسلسل ده 160 حلقة على 5 مواسم، وبدأ يتعرض أول مرة من 2013 لغاية 2019. يعني المسلسل انتهى خلاص، بس مش بعيد بعد النجاحات والجوائز اللي حققها يتعمل له موسم أو مسلسل جديد قدام، زي اللي حصل مع كام كرتون من القايمة. والمسلسل ده حاله من حال مسلسلات القايمة، من ناحية انه من غير قصة، وان كل حلقة مستقلة بذاتها، ومن انتاج استوديوهات كارتون نتورك، وتعرض على قنواتها. حتى تعرض على كارتون نتورك العربية مدبلج كمان، بس مش عارف ليه بطل يتعرض خالص من 2016 على القناة العربية. هل بسبب مناظر يعني ولا ايه؟ والمسلسل كله بيحكي عن ستيفن صاحبنا ده، وعن تعاونه مع المحاربات الثلاثة دول علشان يساعدهم في حماية العالم والبلا بلا بلا ده كله. ومش فاهم بالظبط، بس المحاربات دول بيحاربوا باستخدام أحجار سحرية معاهم بتجيب لهم أسلحة سحرية وحاجات مش فاهمها كده. وغالبا هو كمان عنده حجر ومش متأكد إن كان عارف يستخدمه ولا لأ. وكل محاربة منهم ليها قصة لوحدها، وليها حوار مع الحجر بتاعها، ده غير تقريبا في حوار مع أمه اللي الحجر بتاعه له علاقة بيها. هو أنا مش فاهم أي ابن هبلة، بس الكرتون شكله حلو للي هيسأل. هو في لقطات شدتني الصراحة وضحكتني، زي لما ستيفن ادى التليفون لصاحبتنا دي علشان ترد على المتصل كأنها أمه، وأحلى تسليكة ممكن تشوفها. ولا هنا لما تستخدم ذكائها الحاد علشان تدخل البتاعة دي جوه، بيضة دي ولا الحجر بتاعها ولا ايه ده. المسلسل كله كوميدي اصلا، بس دي اكتر لقطتين شدتني الصراحة.